وسهلا اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من الامارات العربيه المتحده مع خبير تصفيف الشعر الاستاذه يسرا. استاذه يسرا، اتكلمنا عن كيفيه تصفيف الشعر واهم الاتجاهات الحاليه في التصفيف وكل ما يهم المراه في مجال تصفيف الشعر. اهلا بك. استاذه يسرا، يعني المعروف ان مجال تصفيف الشعر مجال مش سهل ومجال متعب ومرهق، لان على ما اعتقد ان السيدات ليس كل شيء يرضيها، بمعنى اصح ان هي لو عملت اي حاجه مش بترضيها بشكل كده، صح؟ طيب ازاي بتقدري ترضي العملاء بتوعك في مجال تصفيف الشعر؟ ده خارج سياق اعداد الحلقه طبعا، ده سؤالنا، ولكن السؤال بتاعنا الاولاني هو ما هي ابرز الاتجاهات الحاليه في مجال تصفيف الشعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحل شيء مشهور. أول شيء هنتكلم عن تصفيف الشعر. طبعا دلوقتي الناس ليها أكتر من اتجاه، في ناس رايحة للتريتمنت اللي هو الاتجاه العلاجي، وفي ناس تانية متجهة إن هي عايزة يبقى شعرها طويل، كيرلي، ويفي، كل الكلام دوت، وهي مثلا شعرها قصير تختار تلجأ لمجال الاكستنشن. اوكي. في كلتا الحالتين لازم الشعر نحافظ عليه ويكون فيه مواد علاجية. بمعنى ان في ناس كتيرة بتعاني الحين من تساقط الشعر. بنبتدي بنعمل جلسات مخصصة لعلاج الشعر. في كذا مادة موجودة طبعا، مواد كتيرة في السوق. الناس بتتجه ان هي شعرها كيرلي، عايزة ستريت، بنبتدي نعمل بروتين، كرياتين، كولاجين، فيلر، بوتوكس. هم كلهم مواد لفرد الشعر بالعناية، بس مش كل الناس بينفع معاها نفس المواد، نفس الماده الكيميائيه اللي الماده ما بتنفعش مع كل الاشخاص. بالظبط. يعني واحده شعرها مثلا دمج محروق نتيجه السحب سحب الشعر تغيير الالوان والكلام دوت، بالظبط. لا دي محتاجه كولاجين، محتاجه حاجه خفيفه، يعني ما تبقاش نسبه الفرد بتاعتها 100%. تمام. طبعا نسبه الفرد 50 60%. تمام، عشان الشعر لو وصلت ل 100% هي اتكسرت. اتحرقت زي ما بنقول. خلاص بتبقى دم. في ناس ثانيه بيبقى اصلا شعرها افريقي، لو جيت حطيت لها البروتين، فالبروتين انواع، في منه بتبقى نسبه فرد 60%، 70%، 80%، 100%. جميل. تمام، دي ما ينفعش معاها. طيب. لان هي هتتضرر اول يوم هي مبسوطه، اول شهر هي فرحانه، بعد كده هتلاقي الشعر بتاعها عمال بيتاثر. اوكي؟ ايه اللي ممكن تقولي للسيدات اللي هم حابين او ما عندهمش، في اوقات بتبقى السيده ما عندهاش القدره ان هي تروح مثلا لصالون او خبيره تصفيف شعر، ايه اللي ممكن تعمله السيده في الوقت ده ان هي تهتم بشعرها، تمام، او تعمل عنايه بالشعر في البيت في الوقت ده؟ بالنسبه للوقت اللي هي قاعده في البيت، في وصفات طبيعيه، يعني ممكن تجيب ألوفيرا اللي هو عينات أصل نوع الصبار، وتحط معاه معلقة خمر كده صغيرة لو هي شعرها أصلا ده مش محطوط، تمام، ما ينفعش معاها زيت. جميل. تنسى موضوع الزيوت الطبيعية وتحطها على شعرها، لأن الشعر مش هتستفيد أي شيء، بس لو حطيت معاها نسبة كريم، معلقة كريم مع الصبار مع أي زيت للعناية، هو مثلا كوكونات اويل، روزماري، اي شيء من دوت، تقدر تحطه على الشعر، تعمل ميكس وتحطه على الشعر. انما على الارضيه بتاعت الشعر احسن شيء الروزماري. تعمل هي نفسها مساج بسيط في شعرها بزيت الروزماري. طيب دلوقتي زي ما قلنا في بدايه الحلقه، ليس كل الاشياء ترضي السيدات. صحيح؟ ازاي سيدة ليس لديها علم بتقص الشعر المحببة لنا او الذي طريق على وجهها، تمام؟ ازاي بتقولي لها لا دي تليق عليكي ودي ما تليقش، لا دي اختياري، او لو جات لك واحدة مثلا بتقول لك انا عايز اعمل قصة شعر جديدة،
ازاي بتتعاملي مع هذه الامور؟ انا لما بتيجي العميل بشوف هي كتير ناس بتبقى حابه الشعر بتاعها كده تمام، وفي ناس بتحب الدرجات الطبيعيه اللي ما بتنزلش الشعر. طبعا انا بشوف الشعر بتتحمل او لا تتحمل بناء عليه قصه الشعر. في ناس بنضطر نبص لها قصه معينه لان الشعر بيبقى متكسر وتعبان من كتر الصبغه وبيبوظ. تمام. فبنضطر نبص له قصه معينه. انا ببص لشعرها. في واحده ممكن شعرها ينفع هي في طبقه، في واحده ثانيه لا كريم عادي. انا بدوس بشرتها في واحده وشها مدور، في واحده وشها مستطيل، في واحده اللي هي معها قصيره، كل واحده تختلف عن الثانيه. ايه اهم النصائح اللي ممكن تقدميها للسيدات يعني للحفاظ على شعورها من الحرارة؟ وايه هي اهم المواد اللي موجوده اللي ممكن تحافظ على الموضوع ده؟ وهل لديك مثلا منتج معين بتعمله؟ طبعا دلوقتي الناس ماديا بتعمل بروتين وشغال واللي بيحطوا كريمات مش فاهمين، وطبعا الميه وسعت بتضرر الشعر، فبنضطر بتلاقي الارضيه فيها حسبان. تمام؟ ففي حاجه دلوقتي في مجموعه اسمها هيستيمو. تمام؟ دي مجموعه كوريه اللي هي مجموعه اللي قدامنا دلوقتي حاليا دي مجموعه كوريه. فاحنا بنستخدم الجهاز. طبعا احنا معانا دلوقتي الجهاز الكاميرا. تمام؟ الكاميرا بتبقى موجهه على التابلت او الموبايل. تمام؟ بتدي للزبون بايديها بتشوف بعينها ارضيه شعرها بتبقى عامله ازاي. بنلاقي قرح وبنلاقي قشره وبنلاقي الكلام دوت. فاحنا بنعمل تنظيف عميق لفروه الشعر زي الهايدرافيشن بتاع البشره، بس ده دلوقتي بقى موجود في الشعر او للشعر. تمام. احنا بنعمله بالمراحل بتاعته بمجموعه الزيوت. برضه في ناس عندها حساسيه من الصبغه، حساسيه من اي ماده كيميائيه. فاحنا الجهاز والمواد دي بتعالج القشره الصدفيه، التساقط الشعر، اي شيء بيأثر على الشعر فهو لازم من الاساس ان احنا ننظف الارضيه وبعد كده بنحط المواد بتاعتنا. طبعا هو بيحتاج استمراريه. فاول حاجه احنا بنعمل مثلا 4 جلسات كل اسبوع جلسه بننظف ارضيه الشعر. تمام؟ بعد ما بننظفها بنبتدي بنحط الاويل بتاعنا الغساله، بنحط الاويل وكل يوم في الانجيلات دي احنا بنستخدمها قبل النوم. بس حاجه بسيطه تقدر تصلحها. تمام؟ وبنحط بيساعدها على الانجاب. جميل. تمام؟ هي لو استمرت عليه مره كل اسبوع، بعد كده مره كل اسبوعين، كل شهر تحس ان في تحسن في ارضيه شعرها. في برضه اتجاه تاني ان في ناس بتستخدم يعني واحده في البيت ظروفها ما تتحملش وكده، تقدر تجيب يعني مثلا عندها فراغات كتير تجيب الدرما روم من الصيدليه. تمام؟ مع المعقم بتاعها الكحول، وبتبتدي تعمل بسيط على الاماكن. الاول بتعمل مساج لشعرها، وبتبتدي بعد كده تمسك الدرما بتاعتها وتعمل على الاماكن الخاليه من الشعر او المتضرره. تمام. وبتبتدي تعمل على كل حاجه 5 مرات. ما تروحش تجيب السن كبير، لا احنا بنحاول قدر الامكان السن اول ما نستخدمه بيكون يعني 75 مللي. هو في 50 مللي، 75 مللي، 1 مللي. تمام؟ فهي بتستخدم صغير في قلب بعد بنبتدي ب 75 مللي وبعد كده 1 مللي وبعد كده 1.5 مللي. طيب انا حابب ان احنا نتكلم شويه. انا شايف في جهاز تاني جنبك. حابب ان انت تكلمينا على الجهاز ده. تعرفينا في الجهاز ده هايدرافيشن. ده احنا كده بالنسبه لموضوع الشعر. بالنسبه للبشره طبعا الناس كلها في صالونات التجميل ومراكز التجميل موجود اجهزه خاصه بتنظيف البشره. حلو. بس لو اتكلمنا عن الاجهزه بتختلف من شخص للتاني حسب يعني الوضع جايباه. تمام؟ انا بالنسبه لي انا شغاله بمواد كوريه، يعني هيستيمو كوري، والماده الثانيه مواد كوريه الخاصه بتنظيف البشره. انا بشتغل ب7 مراحل، كل مرحله ليها الكريم المخصص بتاعها الكوري. ما ينفعش يجيب اي واحد عايزه ويشتغل بيه في الهواء. جميل. يعني
طب احنا مش حابين هيدينا تقول للساده المشاهدين اللي هيشوفوا الحلقه بتاعتنا المكان بتاع حضرتك والعنوان فين والكلام ده كله، بحيث ان برضه لو حد حابب ان يجي لك الصالون او يجي لك يشتغل معاك يبقى هو عارف المكان وهيجي لك فين. احنا العنوان بتاعنا عجمان دوار الجوان، بناية الدورة، الطابقين محل 21 قصاد بناية الديوان دور نفس الدوار بالظبط بتاع بناية الديوان دور. بالنسبة للمركز عندنا بيقدم خدمات العناية بالبشرة، بالشعر، بالجسم، تركيبات الشعر اللي هي المسارات الاكستنشن الطبيعية بكل أنواعها، سواء ريم، كريستال، كرياتين، ايس بلو، كله الحمد لله متاح من تركيبات الشعر اللي البنات بتحبها. بس يعني كل الخدمات متاحه، وموجود طبعا حمام مغربي، موجود خدمات عاديه اللي هي الاوفرات اللي بقينا متعودين عليها دلوقتي، يعني اي ست عايزه كل اسبوع كل 10 ايام انا محتاجه تروح الصالون تحط بقى رموش، تعمل مانيكير، تعمل مانيكير، يعني اللي هي الاوفرات مثلا اللي هي الخدمات. جميل. الباكج البنت تدخل عندنا تغير النفسيه من الحمام المغربي للمانيكير المانيكير للتنظيف البشره، كل ده موجود. في طبعا اكثر من باكج، يعني في باكج سبيشال، في باكج عادي. في نهايه الحلقه احنا حابين نعرف حضرتك ايه هي المنتجات اللي المفروض تكون موجوده عند كل زوجه للعنايه بشعرها اللي هو اقل القليل ان احنا نتجه للحاجات الطبيعيه. الخطوات الطبيعيه يعني في خطوات بنعملها في البيت، تمام، بخفاف لعلاج الشعر للانبات، تمام. حمام زيت مش على طول، حمام الزيت بيبقى مره كل اسبوع، انما الناس في ناس كل يوم بتهتم بالزيت، فقضيه شعر حضرتك الست هي مش هتقدر تغسل، هي بتخنقها. حمام الكريم ما بنحطش على قضيه الشعر السحاب، يعني تنسى خالص موضوع يعني في سيدات بتحط حمام الكريم على الشعر، لا على قضيه الشعر، لا هو بيتحط على الشعر ما بيتحطش على قضيه الشعر، لان هو ملوش اي افاده على قضيه الشعر غير انه بيسد لها الجسم بتاعها. في نهايه حلقتنا انا حابب اشكرك استاذ على النصائح الجميله دي، واشكركم جدا اعزائنا المشاهدين، مشاهدين قناه اليوتيوب الخاصه بنا الاعلامي عبد الرحمن حماد. طبعا انا مش هنسى اقول لكم شير وسبسكرايب ولايك عشان خاطر نقدر نكمل في معلوماتنا القيمه من داخل دوله الامارات العربيه المتحده. انتظرونا في كل ما هو جديد. اشكركم جدا. تابعونا. تحياتي.